السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة هناك جمل تظل محفورة في ذاكرة الشعوب وتعد من التراث الثقافي واللغوي والعسكري والسياسي. هذه الجملة يرددها الجزائريون بخيبة أمل كبيرة، وهي المغاربة حقرونا. المغاربة حقرونا. ما أشنا هي القصة الحقيقية ديال هاد الجملة هذه. هاد الجملة هذه تأتي ولا جات في واحد السياق ديال الحرب بين المغرب والجزائر في 8 أكتوبر 1963، وهجوم القوات الجزائرية على منطقة ولا على مركز حاسة بيضاء، يعني بواحد الشكل رهيب ومباغت من طرف القوات العسكرية، وتم قتل 10 ديال الجنود مغاربة. من بعد غادي تسمى يعني بداية هذه المعركة هذه ستسمى فيما بعد بحرب الرمال. سقوط القتلى المغاربة سيكون الرد شامل، وسيكون الرد قويا من لدن القوات المسلحة الملكية التي ستقوم بهجوم كاسح على هذه المنطقة وعلى منطقة تندوف، وسحق القوات العسكرية الجزائرية، وجعلتهم يرددون هذه الجملة الشهيرة: المغاربة حقرونا. العقيد دريس بن عمر الذي كان يقود القوات المغربية أصبح على بعد 26 كيلومتر من مدينة تندوف المغربية، وقبل الجيش المغربي على مضض، يعني بزز منه، رضخ لأوامر الملك الحسن الثاني الذي أوقف الحرب. وحينها جعل يعني العقيد دريس بن عمر يردد: لا يقبل في المنطق العسكري وفي المنطق الحربي والتقاليد العسكرية أن يعود جيش منتصر إلى منطلقته الأولى كجيش منهزم. الأمر الأكثر يعني إيحاء ولا الأكثر في هذه المعركة أن الجنرال الشلواطي، وهو جنرال من منطقة المغرب الشرقي، يعني ينزع رتبه وشارته العسكرية غاضبا من كتفه على إيقاف هذه الحرب، لأنه كان مستعدا إلى الدخول أبعد من تندوف، لولا أن أوامر يعني ملكية من الملك الحسن الثاني أدت إلى وقف هذه المعركة. والأمر الذي جعل هذه الجملة المغاربة حقرونا من الجمل يعني التي أصبحت أو تحولت من مجرد كلمات إلى قصة ودروس من أحداث واقعية ومن أحداث عسكرية تعبر عن بسالة القوات المسلحة الملكية وعن الجيش المغربي. إلى لقاء قادم بحول الله.